في مستقبل بعيد القرن الثاني والعشرون في عالم ما بعد الكارثة بوضوح، كان رجل يستعد لمهمة جديدة، بينما في الأفق ركض شخص بائس يصرخ طالبا النجدة. في لحظات حاصرته مخلوقات تفوقه قوة بمراحل، فتوسل طلبا للرحمة تماما كما يفعل كل البشر في أعماقهم بهذا العالم. إذا الجميع فكروا بنفس الشيء، أن من دمر هذا الكوكب يجب أن يدفع الثمن. في تلك اللحظة قفز رجل بشعر أبيض من طائرة مقاتلة نازلا كالصاعقة وساحقا أحد الوحوش بمجرد هبوطه. اعتذر عن تأخره فشكره الضحية مرارا وتكرارا، معتقدا أنهم سيستعيدون عالمهم أخيرا. أكد له جين أن كل شيء سيكون على ما يرام، وأنه يستطيع الآن أن يرتاح بسلام. كان الفتى مصابا بجروح خطيرة، وفي النهاية مات في تلك اللحظة. اقترب رجل آخر قائلا إنهم وصلوا متأخرين جدا، وإن ذلك الفتى ربما كان آخر ناج. أخبر جين أن يستسلم لأن البشرية قد انتهت. هذه الوحوش المتحولة قد ولدت من التلوث البيئي المستمر. كانت كائنات فاسدة بقدرات تجدد خيالية لم تستطع حتى القنابل النووية القضاء عليها. رغم ذلك لم يستسلموا وأجروا تجارب لا حصر لها حتى وجدوا أخيرا طريقة للرد. لكن كاجورا أكد أنه لم يعد هناك أحد لإنقاذه، لقد وصلوا بعد فوات الأوان. رد جين بحزم أنه لا يزال هناك شيء يستحق الإنقاذ. سأله كاجورا إن كان هناك ناجون، فأجاب جين ليس الآن، ولكن ربما في المستقبل. تذكروا آلات النانو والتي ابتكرها، وتساءلوا عما إذا كانت تستطيع إصلاح البيئة أيضا. أكد كاجورا ذلك بنعم، لأنها لا تبطل تجدد الوحوش فحسب، بل بدأت ببطء في إعادة إحياء الكوكب. صرح جين أن هذا العالم سيعود يوما لجماله السابق، وحينها يمكن لحضارة جديدة أن تزدهر. اعتبرها كاجورا يوتوبيا مستحيلة، لكن جين قال إن هذا الاحتمال الضئيل يكفيه تماما. لاحقا بينما كان جين يتعافى، اتفق كلاهما على أن قوتهما قد تكون مطلوبة في المستقبل. الحفاظ على هذا الأمل جعل كل شيء يستحق العناء، لذلك وضع جين في كبسولة تجميد. ومرت السنين، ماتت الوحوش ببطء، استعاد العالم ألوانه وعادت الحيوانات. بعد 100 مليون عام بدأت عملية الإذابة. على نفس الكوكب المتحول الآن كانت مجموعة من الوحوش البشرية تهرب من مخلوق عملاق يحاول الإمساك بهم. تساءلوا إن كان المكان آمنا حقا، لكن الشابة التي تقودهم أصرت على أن الأمان قريب. كانت تؤمن بوجود الإله الحارس هناك. عندما فتحوا أبواب معبد قديم أدركوا أنه لا مفر. واجه المخلوق صعوبة في الدخول، لكنه حطم المدخل وشق طريقه ليصل إليهم. فجأة تحطم شيء من كبسولة في الخلف، وبسرعة البرق نسف رأس الوحش تماما. كان هذا جين الذي صرح أن الإيمان بالمستقبل يستحق العناء. تأكد أن المخزن الذي تركه كاجورا يعمل بإتقان، فالتحف والمعدات والملابس سليمة حتى بعد 100 مليون عام. معظم بيانات الكمبيوتر قد تلفت، لكن بقاء المكان بحد ذاته كان أمرا مذهلا، ربما بفضل آلات النانو المنتشرة في الجو. والآن أراد أن يفهم ما حدث للعالم. الشيء الوحيد الذي يمكنه الاعتماد عليه هو مكعب الرسائل الذي تركه كاجورا. ثم التفت للمجموعة الصغيرة وسألهم منهم. عندها فقط أدرك أنه كان عاريا تماما. اعتذر قائلا إنه بقي هكذا ل100 مليون عام وقد اعتاد الأمر، ثم ارتدى ملابسه المعتادة. عند مغادرة المعبد الذي كان مخبأ، أعمت أشعة الشمس جين لأنه لم يرى الضوء ل100 مليون عام، وانبهر بمنظر العالم الجديد. طلبت منه إحدى الشابات أن يتبعهم. لاحظوا جين أن لديهم آذان حيوانات، واستنتج أنهم ليسوا من البشر. انقرضت البشرية وتطور نوع آخر خلال هذا الوقت يشبه البشر بشكل غريب، ربما بتأثير من آلات النانو. حقيقة أنهم ما زالوا يتشاركون لغة مشتركة كانت علامة جيدة. قدم نفسه باسم شيدوغين وطلب منهم منادته بجين. الفتاة هي هكاما الضخم الذي يشبه الكوالا هو دانبو، والفتى الخجول ذو أذن القط هو شاندي. بعد ذلك سألهم جين إلى أين يأخذونه وماذا يريدون منه بالضبط. قالت هاكاما إنهم أوشكوا على الوصول، وأنهم بحاجة إليه لهزيمة المفسدين. سأل جين إن كانوا لا يزالون موجودين، وعندما عادوا للقرية وجدوا كل شيء يحترق. انطلق شاندي يركض بيأس باحثا عن عائلته، بينما راقب جين المكان بتركيز شديد. كانت هناك أسوار خشبية وأبنية بسيطة من الحجر، لا شيء متقدم. أصبح واضحا له أنه استيقظ في فجر حضارة جديدة. وسط فوضى عارمة كان القرويون في معركة يائسة ضد مخلوق ضخم.
سألت إحدى النساء لماذا عادت هكاما، لكن نظرات جين كانت مثبتة على الوحش يحللوه ببرود، مستنتجا أنه من نفس نوع الفاسدين الحاليين. إنه مشابه تماما لتلك التي سحقها في الماضي. أعلنت هكاما لجدتها أنها لن تهرب، وبدأت طاقة هائلة تتجمع في جسدها. أثار المشهد إعجاب جين، فقرر اختبار شيء ما، وفي لمح البصر اندفع للأمام موجها ركلة ساحقة لرأس الفاسد لينقذ العجوز ويهيئ الضربة القاضية لهكاما. ركزت الفتاة طاقتها وأطلقت كرة نارية هائلة أنهت حياة المخلوق. ابتسم جين في داخله، فكما توقعوا تماما نجحت آلات النانو في كبح قدرة التجدد. لم يعد بإمكان الفاسدين الشفاء بسهولة، حتى هجوم ضعيف كان كافيا للقضاء عليهم. لابد أن آلات النانو المنتشرة في الجو أثرت على الكثيرين منهم، لكنه كان يعلم أن السيطرة عليها حكر على البشر المتوافقين فقط. سأل العجوز إن كان الجميع يمتلك هذه القوة، لكنها نفت ذلك موضحة أنهم قلة قليلة فقط من يملكون ما يسمى بالقوة الإلهية، وفي هذه القرية لا يوجد سوى 4 من بينهم هكاما. سألت هكاما عن البقية، فأجابتها جدتها بأنهم قد تم إجلاؤهم بالفعل. لكن المشكلة الحقيقية كانت أكبر، فالوحش الذي قتلوه كان مجرد مولود حديث، مجرد يرقة ضعيفة. الجسد الأم شيء يفوق الخيال خطورة، وقريبا ستجتاح المزيد من اليرقات هذه القرية. وفي تلك اللحظة ظهر محاربون آخرون، وأعلن أحدهم بغرور أنه سيقضي على الوحش بنفسه. سألته العجوز عن القرويين، فطمأنها بأنه نقلهم جميعا إلى ملجأ آمن. بجانب حامل الرمح كان والد هاكاما، الذي سألها بقلق أين كانت، فأجابته بأنها ذهبت إلى الباب المختوم. صرخت الجدة بأن المكان محظور، لكن هاكاما ذكرتها بكلامها القديم بأن خلف الباب يكمن الإله الحارس الذي سينقذهم وقت الخطر. نظرت العجوز نحو جين متسائلة، هل هذا هو الإله الحارس؟ لا يبدو عليه أي شيء من الألوهية. ضحك حامل الرمح ساخرا، هل هذا الجنس الأدنى من المفترض أن يكون إلههم الحارس؟ تغيرت نظرة جين إثر هذا التعليق، فلاحظت شاندي ذلك وحذرت شقيقها بأن يكون حذرا، مؤكدة أنه هزم فاسدا بالفعل. لكن سارلوس ضحك بازدراء قائلا إنها بالتأكيد كانت مجرد يرقة لا قيمة لها. أعلن أن هذه مشكلة قريتهم، والدخلاء غير مرحب بهم، وأمر جين بألا يتدخل في شؤونهم. سأل والدها كامان سارلوس إلى أين هو ذاهب، فأجاب ببرود أنه سيقتل الفاسد العملاق لأن هذا هو عمله. صرخت العجوز بأنه متهور وأن عليهم الإخلاء فورا. اقتربت من جين واشكرته على المساعدة، قائلة إنها لا تعرف هويته، لكنها ترجوه أن يأخذ الأطفال ابنها إلى مكان آمن. أما هي فستحاول مساعدة سارلوس حتى لو كلفها ذلك حياتها. لكن جين رفض، كبرياؤه لن يسمح له بذلك، أن ينعت بالجنس الأدنى ثم يهرب، مستحيل. انطلق سارلوس نحو الوحش بكل شجاعة، معلنا أنه سيحمل هذا البلد على كتفيه ويصبح فارسا مقدسا. صرخ بأن أي وحش غاز لن ينجو من هذا المكان. مع أول هجوم من حامل الرمح استدعى الوحش عدة يرقات، لكن سارلوس تمكن من سحقها بسهولة، ثم وجه ضربة مباشرة لوجه الوحش الذي صرخ من الألم. لكن في ثوان معدودة تجدد الجرح بالكامل، وكأن شيئا لم يكن. شن الوحش هجوما مميتا بمخالبه كان سيصيب سارلوس، لكن جين ظهر من العدم وصد الضربة بدرعه، سائلا إياه بهدوء إن كان بخير. ظهرت المزيد من اليرقات وباغتت سارلوس، لكن كل ما تطلبه الأمر كان فرقعة أصابع من جين. ضربتان خاطفتان اخترقت المخلوقين الأصغر وقتلتهما في الحال. الجميع كانوا في حالة صدمة تامة مما رأوه للتو. بيد واحدة فقط كان جين يصد هجوما هائلا من الوحش، معترفا بأن الأمر بدأ يصبح ثقيلا، ثم أمر الجميع بالتراجع وسحب سارلوس بعيدا. شرح لهم بهدوء أن الهجوم المباشر عديم الفائدة، فالوحش سيتجدد فورا. لمنع ذلك يجب استخدام آلات النانو التي تكبح التجدد، أو ما يسمونه بالقوة الإلهية. اعترف بأن ضربة رمح سارلوس كانت قوية، لكنها لم تكن عميقة كفاية لمنع الوحش من الشفاء. سأل سارلوس في ذهول، هل أنت حقا الإله الحارس؟ فأجابه جين ببرود أنه لا يذكر أنه أصبح إلها، ولكن كان هناك شيء واحد أراد أن يوضحه له. سألوا، أليست هذه مشكلة قريتكم؟ فأكد سارلوس ذلك قائلا إنه سيحلها بنفسه، فصحح له جيم ببرود قائلا، لا، هذه مشكلتي أنا.
حاول الوحش مهاجمته بمجساته، لكن جين تفادى كل ضربة بسهولة، مفكرا أن عليه شل حركته أولا. وباستخدام آلات النانو قام بتبلير المجسات في الهواء، محولا إياها إلى ماء متجمد في لحظة. يعلن جين أن هذه الوحوش هي خطيئة جيله، وبعد 100 مليون عام حان وقت تحمل المسؤولية، ومهمته الآن هي إنهاء هذا الخطر بشكل نهائي. يحدق به سارلوس متسائلا: وكيف تخطط لفعل ذلك؟ يكشف جين حقيقته: إنه نتاج تاريخ بشري دموي ومأساوي تكرر مرارا وتكرارا حتى وصل إلى ذروته. هو آخر بشري على الإطلاق. ثم يطلق العنان لقوته، شعاع بلازم هائل معزز بآلات النانو، وفي ومضة واحدة يتبخر جسد الوحش بالكامل. أصيب الجميع بالرعب من هذه القوة المدمرة إلا هاكاما التي شاهدت بانبهار. لقد اخترق الشعاع السماء وشق الغيوم محولا الليل إلى نهار. يعلن جين ببرود أنه ليس فقط آخر بشري، بل هو أيضا السلاح المطلق للبشرية. لكن مهلا لم يكونوا وحدهم، كان هناك من يراقب كل شيء من الضلال. هذا الشخص كان يحقق في ظهور فاسد جديد قرب قرية كوداما، لكن ما وجده كان شيئا يفوق الخيال بمراحل. أدرك المراقب أن حتى قائد الفرسان المقدسين لا يملك مثل هذه القوة. كان عليه العودة للعاصمة الملكية فورا لإبلاغهم بهذا الحدث الجلل. حل الظلام، وبدأ جين بفحص المكعب الذي تركه له كاجورا، رسالة من الماضي. يبدأ التسجيل بصوت كاجورا قائلا إنه إذا كان يسمع هذه الرسالة فهذا يعني أنه لم يعد في هذا العالم. يعلق مازحا أنه طالما أراد قول هذه الجملة، ثم يتساءل عن المستقبل متخيلا أن البيئة قد تعافت وأصبحت أفضل بكثير. لكن سرعان ما يعود للجدية ويحذر من وجود مشكلة خطيرة، فحتى مع تعافي البيئة من المرجح أن الفاسدين لن يختفوا. يكشف كاجورا أنه بعد 1000 عام من سباته لاحظوا شيئا مريبا يحدث في المياه. كان يستيقظ من سباته بشكل متقطع لمراقبة التغيرات التي تطرأ على العالم. ومع تعافي البيئة بدأ عدد الفاسدين بالانخفاض، لكنه اكتشف تهديدا أعظم. لقد كانوا يتطورون مع تطور العالم. لم يكن يعرف الآلية، لكنه كان متيقنا من أنهم سيتحولون إلى خطر لا يمكن تخيله. كل ما كان بوسعه فعله هو مساعدة أشكال الحياة الجديدة على القتال، وترك هدية أخيرة لجين. يتفقد جين جيوبه ليجد حقنة نانو، وبمجرد استخدامها بدأت تعديلات جسدية مذهلة تحدث له. يوضح صوت كاجورا أن هذه القوة لا يستطيع استخدامها سواه، لأنه الوحيد المتوافق مع آلات النانو بنسبة 100%، فهو في النهاية قد تم خلقه منها بالأساس. بهذه القدرة يستطيع جين الآن تجسيد سكين من لا شيء. إنه يولد الأشياء عبر التحكم بآلات النانو، قوة مرعبة ومفيدة للغاية. ويكشف كاجورا أيضا أنه خبأ معدات وترقيات أخرى في مختبرات حول العالم، وقام بتفريقها كإجراء احترازي. أراد من جين أن يسافر ويستكشف هذا العالم الجديد رغم الخطر المجهول الذي يمثله الفاسدون المتطورون. لقد كان متأكدا من أن هذا العالم أفضل بكثير من القديم. ثم تكشف الرسالة عن مظهر كاجورا الحقيقي، وقد تقدم به العمر كثيرا. يقول إنه لن يستطيع إكمال الطريق معه، تاركا مصير العالم بأكمله بين يدي جين. يرد جين بهدوء: مفهوم. في تلك اللحظة تقاطعه هاكاما ويخبره دامبو أن الجميع بانتظاره، فالحفل لا يمكن أن يبدأ بدون نجمه. فجأة أدرك جين شيئا: قلادة هاكاما، إنها مفتاح وصول لأحد المختبرات. يسألها على الفور من أين حصلت عليها، فتشرح أن شخصا عظيما أهداها لعشيرتها منذ زمن بعيد. إنها تميمة مقدسة توارثوها جيلا بعد جيل، وتقول الأسطورة إن الإله الحارس سيحميهم ما دامت معهم. يفهم جين الآن. هكذا استطاعت فتح المختبر. يشعر بالامتنان الشديد لسكان هذه القرية، فهو مدين لهم بالكثير. لاحقا اجتمعت القرية حول نار المخيم، يحتفلون ويشربون ويأكلون بعد المعركة. وعندما يظهر جين الإله الحارس تبدأ الهمسات الساخرة: لابد أن هذه مزحة، إنه مجرد كائن من فصيلة دنيا. يتساءل أحدهم بوقاحة: هل هذا الفتى الهزيل هو من هزم الوحش حقا؟ هنا يتدخل سارلوس ويبخهم بشدة قائلا إنهم هربوا كالجبناء، لذا ليس لهم الحق في الكلام وأنهم مجرد حمقى.
ثم يعلن بقوة أن جين هو الإله الحارس الحقيقي، وأن ما فعله كان شيئا لا يصدق. يضحك الأطفال على تغير موقفه المفاجئ هذا. يتقدم الشيخ مرة أخرى ليشكره، ويضيف والدها كاما أنه لولا جين لكانت قريتهم قد محيت من الوجود وهم مدينون له بحياتهم. يرد جين بأنه لا يحتاج لمكافأة، لكن إن كانوا مصرين فكل ما يريده هو المعلومات. إنه بحاجة لمعرفة كل شيء عن هذا العالم الجديد. يخبره الشيخ أن أفضل مكان لذلك هو العاصمة الملكية كيرموسيا، حيث يقيم الملك الذي يحكم هذه الأراضي. كانت العاصمة ملتقى للجميع، المكان الأمثل لجمع معلومات حيوية عن وضع العالم. أهل قرية كوداما قصدوا العاصمة لبيع منتجاتهم الخاصة من حرير دود القز، ورغم خطورة الرحلة الطويلة كانت تؤمن بحماية الإله الحارس. اعترفوا جين أنه لا يعرف حتى موقع العاصمة، فاقترحت العجوز أن تكون هاكاما مرشدته، فلديها هي الأخرى أمور لتقضيها هناك. وأوضحت أن هاكاما تملك قوة إلهية، وفي العاصمة الملكية توجد أكاديمية خاصة لتطوير هذه القدرات الخارقة. لقد أجلوا إرسالها بسبب الغزو الأخير، لكنهم الآن يريدونها أن تلتحق بالأكاديمية فورا، وبهذه الطريقة يمكنهما السفر معا. وجد جين الأمر مثيرا للاهتمام، مدارس وأكاديميات موجودة بالفعل في هذا العصر. في تلك اللحظة ظهر سارلا فجأة معلنا أنه الأنسب لإرشاد الإله الحارس، لكن العجوز ردت بأنه لا يملك أي عمل في العاصمة. احتج قائلا إنه سينضم لفرسان الهيكل المقدس، لكنها ذكرته بأن من لا يرتاد الأكاديمية لا يمكنه أن يصبح فارسا أبدا. غضب بشدة، وعلق جين بأن القوة الإلهية ليست للجميع، فربما يملك الفتى بعض الإمكانيات. لكنها كاما أوضحت الحقيقة المرة. هناك اختبار كتابي وقد رسب فيه سارلا. وجد جين هذا منطقيا، لكن مصطلح الفارس المقدس أثار فضوله بشدة. في هذه الأثناء الفتاة التي كانت تراقب كل شيء عادت لتبلغ فارسا بأن وحش قرية كوداما قد قضي عليه، وشرحت أنها في طريقها لتقديم تقرير بالحادث إلى سيد النقابة. استغرب الفارس الأمر، ففي اعتقاده لا أحد سوى فارس مقدس يستطيع هزيمة هذا المخلوق، لذا قرروا التحقيق شخصيا. وعندما سمع أن الوحش مات بالفعل علت الصدمة وجهه، وعلقت الرسولة أن الصدف تحدث، لكنها لم تلاحظ أحد صغار الوحش خلفها. بضربة سيف واحدة شطر الفارس الوحش الصغير نصفين، وقال إنه إن كانت القصة حقيقية فسيكون الأمر مثيرا جدا. لاحقا استيقظ جين في الكوخ الذي أمضى فيه ليلته، وأخذ لحظة ليتأمل المنظر الخلاب. الهواء نقي ومنعش، لم يكن يتخيل أبدا أنه سيرى عالما بهذا الجمال مرة أخرى، وتمنى لو أن كاجورا كانت هنا لترى هذا. ظهرت شاندي فجأة وطلبت منه بأدب كإله حارس أن يرتدي ملابسها على الأقل قبل الخروج. بعد فترة كان جين مستعدا للمغادرة، وطلبت العجوز منها كاما أن تؤدي دورها كمرشدة على أكمل وجه. كان سارلا مستاء بوضوح، معتقدا أنه سيتعلم الكثير بالبقاء قرب الإله الحارس، لكن العجوز أصرت على أنه بحاجة للدراسة أولا. أخبر جين سارلا أن تحركاته ليست سيئة، وأنه سينتظره في العاصمة. أجاب الشاب بحماس شديد مؤكدا أنه سيعمل بجد. طلب والدها كاما منهما الاعتناء بها جيدا، وتوخي الحذر في رحلتهما. ومع انطلاقهما استمتع جين بمشاهدة المناظر الطبيعية المختلفة. كانت رحلة طويلة مع غروب شمس يخطف الأنفاس وتضاريس متنوعة. في الليل بجانب نار المخيم سأل عن المدة المتبقية للوصول، فأجابتها كاما أن الأمر سيستغرق حوالي 4 أيام سيرا على الأقدام. سألت أيضا عن سبب اهتمامه الشديد بمعرفة المزيد عن العالم. أجاب جين بأن هذا سر، لقد كان يعلم بالفعل أن الفاسدين لم يختفوا، لكن نظريا لا يمكنهم البقاء إلا في بيئات شديدة التلوث. لكن البحيرة التي قاتلوا فيها الوحش كانت نظيفة تماما على عكس كل توقعاته. سألته هاكاما لماذا يبدو قلقا إلى هذا الحد، قائلة إن تعابير وجهه مخيفة. أجاب جين أنه لا شيء، مجرد فكرة عابرة، لكنه فكر في نفسه أنه لحسن الحظ العالم لم يسيطر عليه الفاسدون بالكامل بعد. أولا كان على جين أن يفهم كيف يتعامل أهل هذا العصر مع الفاسدين، لذلك قرر التحقيق في الأمر شيئا فشيئا. بينما كان هو وهاكاما يتناولان العشاء ظهر نفس الفارس فجأة واعتذر لمقاطعة راحتهما، لكنه قال إن عليه التحدث. سألوا جين عن هويته ليقدم الرجل نفسه.
أرغوس والتون قائد الفرقة السابعة للفرسان المقدسين. ردت جين اسم الفرقة بنبرة تملؤها الدهشة والفضول. انفجرت فارسة بجانبه غضبا قائلة إنه على الأقل يجب أن يقف عند التحدث إلى القائد. أوقفها أرغوس واعتذر عن وقاحة مرؤوسته موضحا أنه يريد التحدث فقط. سألهم جين إن كانوا يعرفون هويته بالفعل وإن كانوا يبحثون عنه. أجاب أرغوس أن مرؤوسته كانت وقحة، لكن نعم يريدون طرح بعض الأسئلة مثل من أين أتوا وإلى أين يذهبون. أجابت هاكاما أنهم من قرية كوداما ومتجهون إلى العاصمة الملكية. صرخت الفارسة كارينا بأنها كانت على حق، لقد كانوا هم بالفعل، لكنها أشارت إلى عدم وجود سجل ولادة لأجناس دنيا في كوداما، ملمحة إلى أن جين في ورطة. وجد جين وجود سجلات للمواليد أمرا مثيرا مدركا أن الدولة منظمة جدا بالنسبة لهذا العصر. علق أرغوس بأن الملابس التي ترتديها هاكاما هي من المنتجات الخاصة بالقرية. قماش قرية كوداما النادر كان كنزا يباع بأسعار خيالية في العاصمة، وغالبا ما يصنع خصيصا للأطفال ونادرا ما يظهر في السوق. وهذا أكد أنهم من هناك حقا، لكن أرجوس لاحظوا شيئا غريبا، ملابس جين كانت مجهولة تماما. وأضاف أن الطريق بين كوداما والعاصمة يشهد حوادث متكررة لقطاع الطرق. إنهم يستدرجون ضحاياهم باستخدام الأطفال، تماما مثل الموقف الذي يحدث أمام عينيه. دافعت هاكاما عن جين قائلة إنه ليس كذلك، لكن أرجوس قاطعها ببرود قائلا إنه سيحكم بنفسه. وعندما حاولت هاكاما استدعاء قوتها المقدسة تم شل حركتها فورا بضغط أرجوس الروحي الذي طوقها قبل أن تفكر بالتحرك. وعلق قائلا إنها طفلة واعدة بقوة إلهية عظيمة. هنا أدرك جين أن الفرسان المقدسين أقوياء حقا. سأل أرجوس الغريب عن أصله محذرا أن إجابته قد تؤدي لاعتقاله فورا. حدق جين فيه لثوان تنهد وقال بهدوء إنه من قرية كوداما أيضا. وصفت كارينا هذا بالكذب، لكن أرجوس أعاد سيفه لغمده قائلا إنه فهم الأمر. وسألها هاكاما إن كانت تكذب، فأجابت بأن هذا الرجل هو الإله الحارس لقرية كوداما. استدار أرجوس، فسأله جين إن كان الأمر قد انتهى، فأجاب القائد بنعم واعتذر عن الوقاحة. تساءلت كارينا إن كان سيتركهم يذهبون هكذا، لكن أرجوس قال إنهم سيلتقون مجددا في العاصمة على أي حال، وإذا واجهوا أي مشكلة يمكنهم البحث عنه، فهو يرغب في تعويضهم عن هذا الموقف. بعد رحيلهم انفجرت كارينا متسائلة لماذا تراجع القائد، وصفة جين بالمريب وأنه من جنس أدنى. نظر أرجوس في الفراغ متسائلا من كان الجنس الأدنى الحقيقي في ذلك الموقف. اعترفت فارسة أخرى أنها شعرت أيضا بفارق القوة الهائل ذاك. في اللحظة التي أشهرت فيها سيفها ضد جين تجمدت قبل أن تتحرك، قوتها الإلهية لم تستجب إطلاقا. حاولت استدعاء الأرواح لكنها لم تستجب. أكدت الفارسة الأخرى أن نفس الشيء حدث معها. أوضح أرجوس أن هذا يعني شيئا واحدا، فجوة هائلة تفصل بين قوتهم وقوة جين. حتى داخل فرقة الفرسان ربما فقط القائد الأعلى قد يكون في نفس مستواه. قالت كارينا إنها لم تلاحظ شيئا، فرض أرجوس بأنها لا تزال جديدة وهذا متوقع. أما عن حادثة الفساد في قرية كوداما، استنتج أرجوس أن جين هو من قضى على ذلك الوحش. سألت كارينا إن كانوا سيتركون رجلا خطيرا كهذا طليقا، لكنه أجاب أنه لا يبدو شخصا سيئا رغم غموضه، لكنه مع ذلك سيبقى على أهبة الاستعداد. عليهم العودة للعاصمة فورا، وسيقدم طلبا للنقابة للتعامل مع قطاع الطرق. لكن في أعماقه كان يفكر في الإله الحارس لكوداما، لو أصبح حليفا سيكون سلاحا حاسما لمشاكل البلاد الكبرى. في صباح اليوم التالي بينما استأنفوا رحلتهم، علق جين بأن موقف الليلة السابقة كان مثيرا، وسأل إن كان كل الفرسان المقدسين بقوة أرجوس. أجابت هاكاما بأن أرجوس حالة خاصة، فمن بين الفرسان المختارون يحصلون على لقب بالأدين، وأرجوس أحدهم بالتأكيد. مستوى فنونه الروحية في عالم آخر تماما. أثار هذا فضول جين، وأراد شرحا أكثر تفصيلا عن هذه القوة. وضحت هاكاما أن القوة المستعارة من الأرواح تسمى القوة الإلهية، والتقنيات المبنية عليها تسمى الفنون الروحية. بدأ جين يفكر، هل الآلات النانوية هي ما يدعونه أرواحا في هذا العصر؟ العلم تحول إلى خيال. لقد فهم المنطق وراء كل هذا الآن.
ثم تذكر عنصرية كارينا وسأل لماذا نعتته بالجنس الأدنى بما أنه يبدو أن هناك أجناسا مختلفة في هذا العالم. أكدت هاكاما وجودهم قائلة إن بعضهم يشبه الأسماك وآخرون يشبهون الحشرات. وحسب ما أخبرتها جدتها قبل زمن بعيد كانت الأماكن الصالحة للعيش نادرة، فاضطرت 10 مجموعات للتكيف مع بيئات مختلفة للنجاة. تساءل جين: هل هذا يعني وجود ناجين من 100 مليون سنة مضت؟ هل تطور هؤلاء البشر بطرق مختلفة قرر ألا يشغل باله بهذا الأمر الآن؟ لذا سأل إن كان الفاشلون في التكيف هم من يطلق عليهم اسم الأجناس الدنيا. أجابت هاكاما بنعم، لأنهم عانوا كثيرا مقارنة بالآخرين وانتهى الأمر ببيع معظمهم كعبيد. فكر جين أن هذا العصر متخلف حقا بما أن العبودية ما زالت موجودة. علقت هاكاما بأن التمييز ضد شخص لمجرد اختلافه يبدو غريبا بالنسبة لها، وأن هذا لا يختلف كثيرا عن الماضي. أدرك جين أنها فتاة طيبة وتمنى أن تبقى هكذا دائما. فجأة وفي منتصف الطريق انهارت فتاة أمامهم مباشرة من شدة الإرهاق. سقطت مغشيا عليها عند قدم جين الذي أدرك أنها بشرية ومغطاة بالجروح. ركضت هاكاما لمساعدتها وعرض جين علاجها، لكن الفتاة استيقظت فجأة وأمرتهم بعدم التحرك، واضعة سكينا على رقبة هاكاما وهددت بقتلها. أدرك جين فورا أنهم سقطوا في فخ، مما يعني وجود أعداء آخرين في الجوار. في الحقيقة كان قد لاحظ بالفعل رجلا يقترب بقدرة تخفي مذهلة. أثنى الرجل على الفتاة لعملها المتقن، مؤكدا أنها نفذت التعليمات بالحرف الواحد. فهم جين أن الرجل يستخدم تمويها يعتمد على آلات النانو لضبط مظهره مع البيئة ليصبح غير مرئي تقريبا. التأثير ينكسر فقط عند الحركة، وذلك الرجل كان يتقن استخدام هذه التقنية جيدا. سخر زعيم قطاع الطرق منه قائلا إن ملابس جين فاخرة جدا بالنسبة لجنس أدنى. سأله من أي بلد هو بينما حذره من التحرك، فسيف حد كان مثبتا بالفعل على رقبته. حاولت هاكاما استخدام قوتها الإلهية، لكن جين أوقفها قائلا إن هذه القوة لا تستخدم ضد البشر. تفهمت الأمر. قال الزعيم إنه من الأفضل الاستماع للفتاة، لكنه أبدى اهتماما بالقوة الإلهية الكبيرة لدى الفتاة. سأل أحد اللصوص إن كان بإمكانه استخدامها هو أيضا، ولكن قبل أن يحصل على إجابة تعرض لركلة عنيفة في بطنه أسقطته أرضا. أمره الزعيم بأن يكون حذرا مع البضاعة، قائلا إن ذلك لا يغير سعر الأنواع الدنيا. أدركت هاكاما أن هؤلاء هم المجرمون تجار العبيد الذين ذكرهم الفارس. ثم قال الزعيم إنه سينوم الفتاة واقترب مستخدما قدرة كهربائية. لاحقا استيقظت هاكاما لتجد جين أمامها وهو لا يرتدي سوى ملابسه الداخلية. سألها إن كانت بخير، فأجابت أنها ليست مصابة، لكنها أرادت معرفة مكانهما. كان داخل قفص محاطين بالعديد من الأقفاص الأخرى المليئة بالعبيد. أوضح جين أنهم في مخبأ الأشخاص الذين هاجموهم، وأن كثيرين غيرهم قد تم أسرهم وجلبهم إلى هنا. سألت هاكاما لماذا هو الوحيد بلا ملابس، فشرح أنهم أخذوا ملابسه لبيعها لأنها كانت فاخرة ونادرة. على الأقل تركوا له ملابسه الداخلية. علقت بأنه هادئ جدا بالنسبة للوضع، فرض بأنه قضى جزءا كبيرا من حياته عاريا. أوضحت أنها لا تتحدث عن ذلك، بل عن حقيقة أنهم أصبحوا عبيدا. سألته لماذا لم يقاتل بما أنه كان يستطيع هزيمتهم جميعا بسهولة. في تلك اللحظة أحضر أحد الرجال المتوحشين الفتاة الصغيرة المضروبة لتقدم لهم الطعام. قالت هاكاما إنهم وقعوا في الفخ بسببها، لكن الفتاة ردت بأنها لم تطلب المغفرة من أحد قط. أدرك جين أنها لطيفة حقا، فالأشرار الحقيقيون لا يهتمون بالحديث، لذا قرروا أن الوقت قد حان للتحرك. بيديه العريتين سحق قضبان القفص وفتح فجوة ليخرج منها. ثم أخبروا الفتاة الصغيرة أنه كان بانتظارها وسألها أين يحتجزون الرهينة لكي ينقذوها. تفاجأت وسألت كيف عرف ذلك، فقال إنه كان مجرد تخمين ذكي. أولا باستخدام آلات النانو شفى جين كل جروح الفتاة، موضحا أن حتى الأشرار لا يضربون رفاقهم بهذه الطريقة. لذلك كان من الواضح أنها ليست جزءا حقيقيا من المجموعة، بل مجرد عبدة أخرى كانت تتبع الأوامر، وكان الأمر واضحا من البداية. توترت الفتاة، لكنها اعترفت في النهاية أن شقيقها الأصغر قد تم أسره من قبلهم.
كانت تطيعه فقط لتضمن سلامته. لقد هددوا بأنهم سيفرقون بينهما إلى الأبد إن عصت أوامرهم. والداها قتلا أيضا على يد نفس الرجال، لكنها استمرت في الطاعة لحماية عائلتها الوحيدة المتبقية. اعتقد جين أن هؤلاء الرجال ليسوا سوى حثالة. سألتها كاما إن كان قد سمح بأسره عمدا لإنقاذها، فأكد أن ذلك كان جزءا من الخطة. شرح أن الأشرار عنيدون ومستمرون كبقع الشحم التي لا تختفي أبدا. إن تركت واحدا يهرب يعود ليسبب المزيد من المتاعب. لهذا السبب جاء إلى قاعدتهم ليتخلص منهم جميعا دفعة واحدة. صعد الدرج، حطم الباب، وأسقط أحد اللصوص أرضا بقوة الاصطدام، مصمما على قطع الشر من جذوره. بالنسبة له هكذا يتم القضاء على الأوغاد. جين نفسه يفهم الأشرار أفضل من أي شخص. قبل 100 مليون عام في مجتمعه الحديث كان مجرد طفل شوارع. بالنسبة له مفهوم العدالة لم يكن موجودا عمليا، لكن مع مرور الوقت أدرك أنه في عالم تحتاج فيه العدالة إلى الفرد طوال الوقت، فذلك لأن هذا العالم مليء بالحثالة. كان مطلوبا لأسباب لا معنى لها حتى بالنسبة له. كل ما أراده هو أن يعيش حياة طبيعية. لم يكن هناك شيء أفضل من ذلك، لكن البيئة التي نشأ فيها لم تسمح له بذلك أبدا. لذلك كان عليه أن يقاتل. حتى عتاة المجرمين الذين أرسلوا لقتله لم يستطيعوا خدشه. قضى حياته كلها يسحق كل من حاول إسقاطه واحدا تلو الآخر، إلى أن ظهر شخص ما في أحد الأيام وقال له ببساطة: أنت ولدت في الزمن الخطأ، أو ربما في العالم الخطأ. ذلك الشخص كان الدكتور كاغورا. وبمجرد أن قضى جيني على أول حارس لم يكتف بذلك، بل سحب جثته عمدا عبر الممرات. لقد استخدمها كطعم لإلهاء الحراس التاليين ليسقطهم جميعا في طريقه دون رحمة. في الأسفل لم يكن العبيد يسمعون سوى صروخات الألم المدوية التي تتردد في أرجاء المكان. سألت الفتاة البشرية عن هوية شريكها، فأجابتها كاما بأنه أقرب ما يكون إلى إله، وأن أي شخص سيكون بأمان مطلق بجانبه. ثم طلبت منهم الهرب فورا، تماما كما أمرهم جين. رغم ذلك بقيت الفتاة تتساءل بقلق، فإذا ظهر ذلك الرجل القوي صاحب القوة الإلهية لم تكن تؤمن أن جين قادرا على هزيمته بمفرده. لكن بينما كانت هي غارقة في شكوكها، كان جين قد اقتحم بالفعل مكتب الزعيم فاتحا طريقه بالقوة. سأله زعيم قطاع الطرق بالزراء عما يريد، معتقدا أنه زبون آخر لشراء العبيد وعرض عليه اختيار من يشاء. أنهى جين أمر الأتباع الصغار، ثم سأل الزعيم ببرود: هل انتهيت من ثرثرتك؟ بدأ زعيم العبيد يرتجف، متسائلا من يكون هذا الشخص وما هذه القوة التي يستخدمها. علق جين ببرود قائلا إنه شعر بالراحة تقريبا لأنه مجرد شرير تافه، فالأشرار الحقيقيون كانوا ليهربوا منذ زمن. إنه من النوع الذي يستخف بخصمه، يظن أنه سيفوز دائما، وفقط عندما يوشك على الخسارة يبدأ بعرض كل شيء للنجاة بحياته. لكن مع ذلك كان لدى الزعيم ورقة أخيرة يلعبها. ركضوا نحو ذراع تحكم وفتح ممرا لقفص كان يحتجز فيه مخلوقا فاسدا مرعبا. صرخ بأنه حصل على هذا الوحش خصيصا لسحق أي شخص يعترض طريقه، وأن المخلوق سيمزق جين إربا. اندفع المخلوق الفاسد الضخم بكل قوته، لكن جين أوقف هجومه بيديه العارتين. نعم، بيدي فقط. أجاب بهدوء أنه ولد ببنية جسدية خارقة، وأنه بحسب الطبيب يمتلك أليافا عضلية تفوق البشر العاديين بكثير. لذلك ضد مخلوق فاسد كهذا لن يتردد للحظة واحدة. وباستخدام قوته الإلهية قام بتفتيت المخلوق في مكانه. زعيم العبيد أصيب بصدمة مطلقة وتساءل هل يستخدم هو الآخر قوة إلهية؟ أجاب جين: الآن حان وقت التعامل مع آخر وغد. حاول الرجل التوسل للنجاة، لكن جين أوضح له أن هذا ليس خيارا. ثم انهال على تاجر العبيد بالضرب حتى لم يعد قادرا على المقاومة. بعد أن استعاد ملابسه والتي يعتبرها جزءا مهما من المهمة، عاد جين إلى الأطفال المحتجزين واعتذروا عن تأخره. أخبرهم أنه سيحرر الجميع من هذا المكان، لكن قبل ذلك قرر إلقاء نظرة على الوثائق في المكتب. فمن غير المنطقي أن يغادر دون أن يأخذ معه بعض الأدلة. فتح أحد الأدراج وعثر على وثيقة مريبة للغاية. حاول قراءتها لكنه لم يفهم حرفا واحدا مما كتب. كانت لغة أخرى، ففكر أنه سيطلب لاحقا مساعدة هاكاما لتعلم القراءة والكتابة بها.
رغم ذلك ظل جين يفكر ما الذي كان يخطط له هؤلاء الناس بأسر مخلوق فاسد. الأمر لا يبدو منطقيا لمجرد السيطرة على العبيد، لذا استخدم آلات النانو خاصته لتحليل المخلوق. بهذه القوة يستطيع رؤية كل شيء حتى آثار ماضي أي مادة، ومع تعمقه في التحليل انتهى به الأمر برؤية ذكريات لزعيم العبيد وهو يتحدث مع شخص أعلى منه رتبة. في الرؤيا سألوا الزعيم عما ينوون فعله بالمخلوق الفاسد بعد أثره، فأجابه الرجل الآخر بأن هذا ليس من شأنه، لكنه أفشى بأن شيئا مثيرا جدا سيحدث قريبا في البلاد. أدركوا جين أن الأمر جزء من خطة أكبر بكثير من مجرد بيع العبيد، وبعدها وصلت الحراسة للتعامل مع الوضع. قاموا بنقل العبيد لمكان آمن وألقوا القبض على المرتزقة تجار الرقيق. الفتاة التي ساعدها جين وجدت شقيقها الأصغر الذي كان محتجزا في مكتب الزعيم. شكرته كثيرا واصفة إياه بالإله، لكنه نفى ذلك تماما وأخبرها ألا تقلق بشأن هذه الأمور. ثم سألها كمان ما إذا كان هؤلاء الحراس تابعين للمنطقة. أوضحت أنهم ليسوا كذلك بل يتبعون للنقابة، وأشارت إلى رجل بقرون كبش يرتدي بدلة قائلة إنه الزعيم. اقترب الرجل من جين وقدم نفسه باسم بادريك قائد تلك النقابة، شاكرا إياه على تعاونه. كان منبهرا لرؤيا أن جين لم يصب بخدش واحد بعد مواجهة كل هؤلاء المجرمين بمفرده، فرغم كونه من سلالة أدنى إلا أنه بيدا قويا بشكل لا يصدق. علق بادريك بأنها ليست المرة الأولى التي يقبضون فيها على أشخاص كهؤلاء، وأن حوادث مماثلة تقع في عدة أماكن بالبلاد. سألوا جين ألا يهتم حاكم هذه المنطقة بالقبض على المجرمين؟ ليضحك بادريك ساخرا ويخبره أن الحاكم لا يملك أي سلطة هنا، المسؤولون عن الجرائم هم النقابات التي أقسمت بالولاء للملك مباشرة، لدرجة أنهم سيقبضون على الحاكم نفسه لو ارتكب جريمة. عقل جين يحلل الوضع فورا، الحاكم كالعمدة والنقابة هي الشرطة، لكن حتى مع ذلك لم ينسى الشبح الذي رآه في رؤاه. لذا سلم الأدلة التي وجدها لبادريك قائلا إنها قد تساعد في القبض على المتورطين الآخرين. وسألوا بذكاء إن كان اسم الحاكم المحلي مذكورا في الوثائق. أجاب بادريك أن تعليقه السابق كان مجرد مزحة، واسم الحاكم بالطبع غير موجود. بعد ذلك سأل جين عن مصير العبيد الذين تم إنقاذهم. أوضح بادريك أن النقابة ستتكفل بمرافقتهم، سيحققون في خلفياتهم وهوياتهم ويحاولون إعادتهم إلى ديارهم الأصلية، لكن إن لم يكن لديهم مكانا يعودون إليه فلن يستطيعوا فعل الكثير لهم. عرف جين أن الأخوين فقدا والديهما وليس لهما مأوى، فسأل عن وجود ملجأ في المنطقة. كانت إجابة بادريك بالنفي، حتى لو حاولوا مساعدتهم في إيجاد عمل فهم صغيران جدا، ولكونهما من عرق أدنى لن يقبل الجميع بتوظيفهم. أدرك جين أن هذا النوع من التحيز موجود حتى في هذا العالم. أراد حقا مساعدة الطفلين، فخطرت له فكرة وسأل إن كان سيقبلان بعمل ما لو وجده لهما. الفتاة وافقت على الفور، وسألته إن كان لديه شيء محدد في ذهنه. أجاب بنعم، وهو يفكر في الفارس أرغوس، لقد عرف مكانا مثاليا لهما. في هذه الأثناء كان أرغوس عائدا للعاصمة حين شعر بقشعريرة كأن أحدهم ذكره، أثنى على الجميع لعملهم في الحملة وصرفهم. عند وصوله إلى منزله استقبله الخدم والحاشية وكبار الخدم. سأل كبير الخدم إن كان كل شيء على ما يرام، فقد شعر بتوتر غريب في الأجواء. قال الخادم إنه لا يريد إزعاجه وهو متعب، لكنه همس بتقرير عاجل في أذنه. شكره أرغوس على المعلومات، وأدرك أن الوضع أخطر مما كان يتخيل. وحوش فاسدة بدأت تظهر في العاصمة في وضح النهار، لا يعرف من أين تأتي، لكنه متأكد أن هناك من يحرك الخيوط من الظل. بالنسبة له المكان الأكثر إثارة للشك هو ذلك الذي لا ينتمي لأحد أكاديمية هارنسك. كان بحاجة إلى حليف للتعامل مع هذا الخطر، وبحاجة إليه بسرعة. بعد 3 أيام من حل قضية تجار العبيد، واصل جين وهاكاما والأخوان رحلتهم. سألت الفتاة إن كان هناك حقا عمل يمكنها القيام به في العاصمة. أجابها جين بأنها تقرأ وتكتب وتعرف أساسيات الحساب، لذا سيجدون شيئا بالتأكيد. نبهته هاكاما لينظر أمامه، ها هي ذي العاصمة الملكية. انبهر جين بالمشهد، لقد كان مكانا هائلا، ومع غروب الشمس لاحظوا أن المدينة ما زالت صاخبة بالحياة. كان الناس في كل مكان يتحركون بلا توقف حتى في هذا الوقت المتأخر.
شرحتها كامل أن كل المنتجات هنا مستوردة، لذا يمكن إيجاد أي شيء في العاصمة، بما في ذلك ملابس كوداما التي تباع هنا أيضا. وجد جين ذلك مثيرا للاهتمام للغاية. رأى كل أنواع الأعراق البشرية تتجول في الشوارع مجتمعة وكأنها حضارة متناغمة عظيمة، كل عرق له طريقة الفريدة في التطور. الشوارع نظيفة والأطفال سعداء والأمن العام يبدو قويا، لكنه كان يعلم أن لكل عصر مشاكله. في زاوية ما رأى عبيدا يقتادون وهذا أزعجه. سألها كامن عن موعد اختبار القبول في الأكاديمية. أجابت أنه بعد أسبوع واحد، فعلق بأن لديه وقتا كافيا لاستكشاف المدينة أولا. فتاة شقراء سمعت حديثهم بالصدفة وبدت عليها الدهشة. لاحقا في النزل ألقى الطفلان بنفسهما على السرير بحماس. علق جين بأنه أخيرا سينام في مكان مريح. فكر في أنه حقق هدفه الأول بالوصول إلى العاصمة، الآن عليه أن يبدأ تحقيقه، لكنه لم يكن يعرف من أين يبدأ. على أي حال هو بحاجة للمزيد من المال للعيش هنا. لقد حصل على مكافأة سخية لهزيمة تجار العبيد، لكنها لن تدوم للأبد. كما عليه إيجاد عمل للأخوين. أسرع طريقة هي لقاء ذلك الفارس أرغوس، لكن بدون علاقات لن يكون الأمر سهلا. الجزء الأول من التحقيق سيكون حول الفاسدين. كان هناك شخص ما يسعى للسيطرة على تلك الكائنات لأغراض خبيثة. كانت المخلوقات الفاسدة خطيرة ولم يعرف أحد كيف يسيطر عليها. لم يكن ليسمح للماضي بأن يعيد نفسه، لذا سألها كمن كيف يتعلم الناس في ذلك العالم. أوضحت أنهم عادة ما يوظفون معلمين أو يدرسون من الكتب، لكن الكتب كانت باهظة الثمن. في كوداما كانوا يتشاركونها لقلتها، لكن في العاصمة كانت هناك مكتبة ضخمة. اعتبر جين ذلك فرصة ذهبية، ربما هناك سيجد أدلة تساعده في تحديد موقع مختبر كاغوران. لكن عند وصولهم إلى المكتبة أبلغهم المسؤول بأنه للأسف لا يمكنهم استخدام الكتب، فهي تعتبر من أدوات المملكة والوصول إليها ليس متاحا للجميع. فقط الطلاب ذوي القدرات المعترف بها من الأكاديمية أو النبلاء الذين يعيشون في العاصمة يمكنهم استخدامها. علقتها كامن أيضا بأن جين لا يعرف حتى القراءة جيدا، كان يعلم أن تعلمه بهذه الطريقة سيكون بطيئا جدا. أراد أن يتعلم من كتاب مباشرة، وفجأة اقترب رجال مقنعون وكان واضحا أنهم كانوا الهدف. لم يتردد الأول واندفع نحو جين بالكمة، لكن تم صدها بسهولة تامة. سألوا جين ما إذا كان هذا النوع من التحية شائعا في العاصمة، فقد ظن أن السلامة العامة هناك جيدة. عندما حاول المهاجم تفعيل قوته الإلهية، قام جين بتحويل مسار يده وانفجرت القوة في الهواء. اعترف الرجل بأن جين يمتلك حدثا جيدا. بينما تساءل الآخرون عن هؤلاء الذين يستخدمون القوة الإلهية في الشارع، سأل جين عن هدفهم. أجاب الأول أن من أرسلهم من زعج منه بكل بساطة، فهم جين أن أحدهم أرسل هؤلاء الرجال، وعلق بأن هذا يناسبه أيضا. قال أحد رجال الوحوش إن كل ما عليه فعله هو مغادرة العاصمة لتجنب مواجهة هذا الخطر كل يوم. أجاب جين بأنه سيفكر في الأمر حيث بدا الأمر خطيرا حقا، لكن في اللحظة التالية تفادى لكمة أخرى وألقى بالمهاجم على الأرض فاقدا للوعي. حاول رفيقه إطلاق كرة نارية عليه، لكن جين حاول الهجوم إلى مجرد دخان. أمسك بالمجرم من يقته وقال إن كانوا هم الخطر فهم بحاجة إلى التحسن كثيرا، على الأقل لديهم شجاعة مواجهته. ارتبك المهاجم متسائلا أليس من سلالة دنيا؟ قبل أن يتصاعد الموقف اقتربت فارسة وأمرت الجميع بعدم التحرك. انتهت الفوضى. كانت كارينا التي علقت بأنها أرادت فقط الاستمتاع بيومها، لكن هؤلاء الحمقى قرروا إثارة المتاعب في وسط الشارع. أعلنت أن الجميع سيقتادون إلى السجن، ثم أدركت كارينا أن جين كان هناك في منتصف الموقف. أجاب بأن هذا هو أفضل سيناريو ممكن. علقت بأنه من تلك السلالة الدنيا، ويبدو أن لديه شجاعة كبيرة بالنسبة لشخص مثله، خاصة أنه يثير مشهدا في وسط العاصمة. قالت إنه لابد أن يكون من سلالة الدنيا ليتصرف دون أن يعرف ما يفعله. في تلك اللحظة اقتربت امرأة شاهدت كل شيء وشرحت أنه في الواقع كان يدافع عن نفسه فقط لأن هذين الرجلين هاجماه أولا. نظرت كارينا إلى المهاجمين ولاحظت زيهم الرسمي وسألت إذا كانوا من أكاديمية هارنسك، بدا أنها تشتبه في شيء ما، وأوضحت أنها تأمل ألا يكون الأمر متعلقا بسيدة نبيلة مرة أخرى.
أمرت أعضاء النقابة بأخذ الاثنين بعيدا رهن الاعتقال. سأل جين عما تقصده بالسيدة النبيلة، لكن كارينا أجابت أن هذا ليس من شأنه ولا داعي للقلق بشأنه. ثم سألوا إذا كان الفرسان يقومون بدوريات أيضا، لأنه اعتقد أن هذه وظيفة النقابة. وضحت كارينا أن العاصمة شاسعة جدا، وأن بعض الناس أقوياء للغاية، لذا يحتاج الفرسان أيضا للحفاظ على النظام العام. فكرت في نفسها أنها كانت تبحث فقط عن مكان لتناول الطعام، لكنها اعترفت بأن هذا الشاب قوي جدا، لأن طلاب الأكاديمية ليسوا خصوما عاديين. قبل المغادرة أخبرت جين بأنها ذاهبة وأنه لا يجب أن يسبب المزيد من المشاكل، ثم طلب منها معروفا إذا لم يكن ذلك مزعجا للغاية. لاحقا كان بالفعل في مقر إقامة أرغوس يطلب منه توظيف الطفلين. علق أرغوس بأنه أخبره أن يبحث عنه إذا واجه أي مشاكل، وسألوا إذا لم يزدادوا عددهم منذ المرة الأخيرة. أوضح جين أنه وقع في أيدي تجار العبيد وأنه أنقذ هذين الطفلين. أراد أرغوس أن يعرف أي نوع من اللصوص كانوا، فأجاب جين بأن النقابة قد تعاملت معهم. تفاجأ أرغوس عندما أدرك أن جين ربما واجههم جميعا بمفرده، وسأل منهما هذان الطفلان. شرح جين أنهما لا يملكان عائلة، ومن الصعب عليهما العثور على عمل لأنهما من سلالة دنيا. قال إنه يريد على الأقل محاولة مساعدتهما لأنهما يعانيان بالفعل من التمييز. أجاب أرغوس بأنه ليس عليه أي التزام بمساعدة هؤلاء الأطفال. شرح جين أن هذه ببساطة طريقته الخاصة في التعامل مع الأمور. أعلن جين أنه أنقذهم وسيتحمل المسؤولية كاملة. أمام هذا الموقف وافق أرغوس على استضافتهم، لكنه فرض شرطا واحدا سيغير كل شيء. لم يكن يريد جين خادما بل مدربا، وبعد فترة كان الطفلان يرتديان زيا جديدا وأنيقا. علق جين ببرود ملاحظا كيف يبدوان في غاية الأناقة. شكرت الفتاة أرغوس بحرارة ونادته باللورد، لكنه رد بأنه لا داعي للشكر لأنهم سيعملون هنا أيضا ولن يكون الأمر مجانيا. أصدر أوامره الصارمة لكبير الخدم ورئيسة الخادمات بتدريبهم، ثم أعلن بصوت حاسم أنه لن يتسامح مطلقا مع أي تمييز أو تحيز ضدهما. بينما كان يسيران قطع جين الصمت بسؤال حاد: هل هناك سبب خفي وراء جعلي مدربا؟ ابتسم أرغوس معترفا بذكاء جين. قال إنه لا يعرف ماضيه، لكنه يرى شيئين: قلبا نبيلا وقوة هائلة. المهمة الحقيقية التسلل إلى أكاديمية هارنسيك المرموقة بصفة مدرب. كشف أرغوس الحقيقة: الوضع السياسي ينهار والفصائل تتصارع بوحشية على السلطة. الملك نفسه يحتضر، أيامه معدودة، ولهذا بدأت حرب الخلافة تشتعل بالفعل في الظلام. لكن الأمر أسوأ من ذلك، فاللاعبون ليسوا سياسيين فقط، بل هناك مجرمون يعملون في الخفاء، يستخدمون وحوشا ملعونة ويسحبون الأبرياء لمعركتهم القذرة. هنا أدرك جين أن اللورد الذي رآه في ذكرياته ليس سوى قمة جبل الجليد. أكد أرغوس شكوكه: قوى الشر تملأ العاصمة بالظلام، ومهمة جين هي العثور على وكرهم وفضح مؤامرتهم للعلن بأسرع وقت. مرة أخرى أثبت جين ذكاءه وسأل: هل الأكاديمية هي المكان المشبوه؟ وكان رد أرغوس إيجابا. ثم فتح أرغوس الباب ليكشف عن مرشدته داخل الأكاديمية، أخته ميليا ألتون. وبمجرد أن رأته سألت ميليا شقيقها بازدراء: هل حقا علي مساعدة هذا المخلوق الأدنى؟ قاطعها أرغوس بصرامة: احترمي نفسك. لكنها ردت بغضب قائلة إن مجرد وجوده إهانة، واعترفت أن الفتاة بجانبه قد تكون قوية، لكن هذا لا يبرر منحه منصبا رفيعا. أما جين فعلق ببرود: يا لها من آنسة سليطة اللسان. اعتذر أرغوس على الفور عن وقاحتها. همست كارينا التي كانت حاضرة لجين محذرة إياه: ميليا موهوبة بشكل استثنائي ولديها نفوذ وقوة، لكنها أيضا متعجرفة ومتحيزة بشكل خطير، فهم جين القصة كلها. لكن ميليا قاطعته متسائلة بتهكم: إن كان يفهم حقا أن التنكر وحده لا يكفي، عليه أن يتصرف كمدرب حقيقي في الأكاديمية، بل وأن يكون بنفس كفاءتهم. وأعلنت بوضوح أنها لا تصدق أنه قادر على ذلك، وشككت حتى في امتلاكه أي موهبة للتعليم. وهنا أفشت هاكاما سرا محرجا: جين لا يعرف حتى كيف يقرأ، الأمر الذي أثار انزعاج جين الذي قال إنه لم يكن هناك داع لقول ذلك. استغلت ميليا الفرصة لتعلن أن مشاركته في هذه المهمة أمر مستحيل تماما، وأنها على الأقل لن ترافقه أبدا.
حاولت هاكامان تدارك الموقف قائلة إن هناك أمورا أخرى يجيدها جين، فهو قوي جدا. نظرت إليه ميليان بتمعن ثم قالت ببرود: إذا كان قويا حقا فربما يستطيع التعامل مع الطلاب على الأقل. لكنها عادت وأكدت أن منصب المدرب يتطلب أكثر من مجرد قوة غاشمة. بمجرد مغادرتها تنهد أرغوس، وهنا ألقت كارينا قنبلة. الهجوم الذي تعرض له جين سابقا كان من تدبير ميليا. اعتذر أرغوس مرة أخرى مؤكدا أنه سيتحدث معها، لكن جين رد ببرود قائلا: لا تهتم. لكنه عاد للسؤال عن الخطة الحقيقية وراء هذا التنكر كمدرب. أو وضح أرغوس أنه يريده في هذا المنصب لسبب وجيه، لأنه يمتلك فنونا روحية قوية بشكل لا يصدق. وللتنكر كل ما عليه فعله هو تعليم الطلاب ببعض الأساسيات كإشعال النار، التفريغ الكهربائي، والتجميد، والشفاء. هذه هي الفنون الأربعة التي يعتبرونها أساسية في هذا العالم. لكن رد فعل جين كان صادما. هل هذا كل شيء؟ مما أثار دهشة أرغوس الذي بدأ يتساءل: هل يمكنه استخدام كل أنواع الفنون؟ فهذه قدرة لا يمتلكها إلا عدد قليل جدا من البشر في هذا العصر. تذكروا جين كيف كان زعيم قطاع الطرق يعتبر شخصا استثنائيا. بدأ الأمر يبدو ممتعا الآن، فقد كان مستعدا ليريهم جميعا معنى القوة الحقيقية. يبدو أن المنطق السليم في هذا العصر مختلف تماما عما كان يتوقعه. مر أسبوع كامل، وأخيرا حان يوم امتحان القبول في أكاديمية هارنسك. تقدمت هاكامان للامتحان لتحقيق حلمها بدخول الأكاديمية، وفي نفس الوقت استقبل أرغوس باحترام فائق من قبل الموظفين، معتبرين وجوده شرفا عظيما، خاصة وأن وحدته الوحدة السابعة للفرسان المقدسين من المفترض أن تكون مشغولة للغاية. لكن أرغوس أجاب بتواضع أنهم فقط في نوبتهم، فسأل جين عن معنى ذلك. شرح أرغوس أنهم مرة كل عام يتناوبون على ترشيح أحد الأعضاء للانضمام للأكاديمية. سيصبح أحدهم مدربا خاصا، وفي تلك السنة وقعت المسؤولية على الوحدة السابعة، لذلك استغل أرغوس حقه لترشيح جين. لكن الموظف لم يكن واثقا مما إذا كان هو الشخص المناسب، خاصة كونه من جنس أدنى. لكنه مع ذلك قاد المجموعة إلى المديرة التي كانت تنتظرهم بالفعل بلهفة. حياها أرغوس باحترام قائلا إنه مضى وقت طويل منذ آخر لقاء بينهما. أجابته بأنها لم تره منذ تخرجه، وعلقت كيف أنه في هذا الوقت القصير أصبح فارسا مرموقا. شكرته على تعاونه، لكنها أضافت أنها سمعت شائعات كثيرة عنه لا تتعلق بالفنون الروحية فحسب، بل بنزاعات داخلية أيضا. ورغم علمها بأنه رجل مشغول، ذكرت أنه يجب أن يظهر احتراما أكبر للأكاديمية. ثم أشارت إليه متسائلة كيف يجرؤ على تقديم مدرب من جنس أدنى، وهل يعتقد حقا أنه يستحق هذا المكان؟ جين الذي سئم بالفعل من سماع تلك الإهانات بقي صامتا وهادئا. رد أرغوس بأنه قادر تماما، بل ويتفوق على أي فرد في وحدته عندما يتعلق الأمر بالمهارات القتالية. قالت المديرة إنه إذا كان يدعي ذلك فهي تريد سماع رأي الآخرين. صرخ أحد الموظفين معارضا بشدة، واصفا الأمر بالسخيف أن مدربا كهذا سيلطخ تاريخ الأكاديمية المقدس. لم يسبق أن شغل شخص من جنس أدنى هذا المنصب، فهو ليس دورا لمثله. ذكرت المديرة أن اللورد جيتان قد تحدث بالفعل، وسألت رودمان عن رأيه، فأجاب بأنه يوافق على المعارضة، موضحا أن الطلاب من عائلات نبيلة، وستتضرر سمعة الأكاديمية إذا رأى الآباء معلما من جنس أدنى. قدم نفسه رسميا باسم شيدوجين من قرية كوداما، واعتذر عن التأخر في التعريف بنفسه. تفاجأت المديرة بملاحظة هدوئه المذهل حتى بعد كل تلك الإهانات المتتالية. صرح جين أنه يتفهم مخاوفهم تماما، لكنه طلب منهم توضيح شيء واحد فقط. سألهم هل هو غير مناسب للمنصب لمجرد كونه من جنس أدنى، أم لأنهم يعتقدون حقا أنه لا يملك المهارة الكافية. أجابت المديرة بأنه إذا امتلك المهارة فالباقي لا يهم، وتحدته أن يثبت ذلك. عندها اقترح أرغوس أن يختبروه لاحقا في ساحة تدريب الفنون الروحية. جيد المعروف بأنفه البارز علق بأنه لا يوجد الكثير من الطلاب بسبب امتحان القبول، على الأقل لن يتعرض للإهانة أمام جمهور كبير. يا له من أحمق. لم يكلف جين نفسه عناء الرد على هذه الاستفزازات. شرحت المديرة أن القواعد بسيطة،
سيتقاتلان باستخدام الفنون الروحية فقط. ورغم قلة الطلاب إلا أن الحاضرين شعروا بالفضول تجاه المعركة التي على وشك البدء. كانت ميليا تراقب كل شيء في صمت مطبق. جين من ناحية أخرى اعتقد أن كل هذا مضيعة هائلة للوقت، لكن المديرة بدت متحمسة حقا لرؤية قدراته. فكر أرغوس أنها ستكون المرة الأولى التي يرى فيها جين يقاتل عن قرب. أصحاب الأجناس الأدنى عموما لديهم قدرات جسدية أقل، ولا يمكنهم الوصول إلى ذروة القوة الإلهية. تمنى أن يكون حكمه عليه صحيحا. أعلن جيد بدء القتال وقام بالخطوة الأولى مطلقا كرة نارية هائلة. تفاداها جين بسهولة مطلقة. لاحظوا جيد أن الطلاب يراقبون، فابتهج بالجمهور ثم أطلق سهاما كهربائية. ولكن مرة أخرى تجنب جين كل شيء ببساطة. بدأ جيد يعتقد أنه لا يعرف سوى المراوغة، وهو أمر يليق بجنس أدنى. ورغم أنه ليس فارسا مقدسا، إلا أنه كان واثقا من قدراته الخاصة. استمر بالتبديل بين هجمات النار والكهرباء، لكن دون جدوى. فكر جين أنه لا يريد استخدام قوة الآلات النانوية ضد البشر، لكنه لم ير خيارا آخر. قرر أن يظهر جزءا صغيرا من قوته، وبمجرد رفع يده خلق مجالا جاذبيا سحق جيد بقوة على الأرض. لم يفهم أحد ما حدث للتو. لم يروا فنا روحيا كهذا من قبل. حاول جيد النهوض، لكنه لم يستطع التحرك. شرح جين بهدوء أنه تلاعب بالجاذبية حوله قليلا، وسألهم إن كان هذا الفن غير مألوف، وأضاف أنه ربما لديه الكثير ليعلمه في هذه الأكاديمية، ليس للطلاب فقط بل للموظفين أيضا. بعد لحظات أطلق التقنية وحرر جيد الذي كان لا يزال مذهولا على الأرض. سأل جيد ماذا كان ذلك، فأجابه جين ببساطة أنه فن روحي. قال جيد إنه لم يسمع بشيء كهذا، واقترح أنها خدعة رخيصة. قالت المديرة إنها رأت ما يكفي، ووافقها أرغوس الرأي. كانت ميليا في حالة صدمة، مدركة أنه مستوى عال للغاية من الفن الروحي، لكنها تساءلت كيف يكون هذا ممكنا. على عكسهم، الأجناس العليا محمية بالأرواح. لا ينبغي لبشري من جنس أدنى أن يمتلك مثل هذه القوة العميقة. بدأت حيرتها تتزايد بشأن هويته الغامضة. بعد أسبوع وقفت المديرة تلقي خطاب الافتتاح الناري. أعلنت أن الأكاديمية ليست للدراسة، بل هي مصنع للمحاربين الأقوياء القادرين على مواجهة أهوال العالم. أما الضعفاء الذين يتخلفون فمصيرهم الطرد بلا رحمة. لكن بالنسبة للمتخرجين فإن الانضمام لفرسان المعبد سيصبح حقيقة، فالقوة والجهد هما كل شيء هنا. في هذه الأثناء كانت ميليا تجلس بين الطلاب القدامى، ومعظمهم من عائلات نبيلة. لاينوس ذو الملامح الشبيهة بالأسد علق على حضورها النادر في الحفل، وسألها عن السبب. أجابت بأنه هو الآخر نادرا ما يحضر، فقال إنه يبحث عن أي نبيل جديد يستحق التحالف معه. فجأة تغيرت ملامحه متسائلا باستنكار عن سبب وجود رجل من فصيلة دنيا بين المعلمين. ردت ميليان بكل بساطة وهدوء لأنه معلم. سألته عن رأيه، فكان رده قاطعا: مجرد كائن من فصيلة حقيرة. وأفقته ميليان قائلة: إنه ربما محق. لكن جين كان في عالم آخر، قلقا بشأن مهمته السرية والتحقيق الذي ينتظره. كانت الأكاديمية شاسعة، وهو محط الأنظار في كل مكان. شعر بالعيون تخترقه منذ وصوله. الجزء الأصعب من مهمته هو تغيير الصورة النمطية عن البشر، فقد كان الشخص الأكثر إثارة للريبة هناك. لذلك قبل أن يبدأ أي تحقيق كان عليه أن ينتزع اعتراف بقوته أولا. لاحقا دخل جيد إلى الفصل الذي سيدرس فيه جين، معلنا عن بدء دروس الفنون الروحية. أمر المبتدئين بالتركيز لأنهم في فصل للنخبة، أو هكذا كان يشاع على الأقل. تساءل بسخرية عن قلة الحضور، لكن ميليا في داخلها كانت تعرف السبب الواضح. بخبث قال جيد إنه لا أحد يريد التعلم على يد كائن من فصيلة دنيا، وقرر زيادة إهاناته. ثم أعطى الكلمة للمعلم الجديد لكي يقدم نفسه أمام الطلاب. تقدم شيدو جين بهدوء وعرف عن نفسه كمعلم لأساسيات الفنون الروحية، معبرا عن سروره بلقائهم. قاطعه ليوزاردوس بصوت عال مشككا في كفاءته لهذا المنصب. أجاب جين ببرود أن الحكم على كفاءته ليس من شأن الطلاب. من لا يرغب في الدرس فليغادر، أما الباقون فعليهم اتباع قاعدة واحدة: لا تستخدموا قوتكم ضد البشر. أوضح أن الفنون الروحية صنعت منذ البداية فقط لتحييد قوة المخلوقات الفاسدة والشريرة.
تأثيرها القمعي لا يعمل على أجساد البشر، مما يعني أنه لا يجب استخدامها ضدهم أبدا. هذه القوة وجدت لسبب واحد: تدمير الوحوش. لكن أحد النبلاء قاطعه بصراخ: هل أنت أحمق؟ القوة هي القوة، لا أكثر ولا أقل. أضاف أنه كان فضوليا ليرى ما يمكن لكائن أدنى أن يعلمه، لكن هذا الكلام السخيف مثير للضحك، بل واتهم المعلم بالخوف من أن يتفوق عليه طلابه في القوة. رد جين بهدوء قاتل: إن كنت تعتقد أني بلا قوة، تقدم وأثبت ذلك بنفسك. تحداه أن يستخدم أقوى هجوم لديه، وضمن له أنه لن يصاب بخدش ولن تتسخ ملابسه حتى. وإن حدث العكس، وعد بأنه سيختفي من الأكاديمية إلى الأبد. وافق النبيل قافزا فوق مكتبه وهو يشتمه، ثم بدأ بتحضير صاعقة هائلة هزت أركان الغرفة. أطلقها مباشرة نحو جين، محدثا انفجارا ضخما خلف دخانا وآثار حروق في كل مكان. في لمح البصر شق سكين حاد الهواء ليمر بجوار رأس النبيل مباشرة. علق جين بهدوء أنه لو أراد لكانت تلك اللحظة هي نهايته، موضحا أن الحكم على شخص من مظهره هو خطأ فادح وقاتل. تساءل لاينوس في حيرة: ما هذا الدرع؟ هل هذا حقا فن روحي؟ سخري جين منه: هل ما زلت تظنني أدنى منك؟ أنا أقوى منك بكثير، وهنا تناديني أستاذ. مستغلا الصمت المطبق، طرح جين سؤالا على الفصل بأكمله. أراد أن يعرف مدى فهمهم لتفعيل الفنون الروحية، ووجه السؤال للطالب الذي هاجمه. أجاب النبيل بغرور أن الأمر بسيط: فقط ركز قوتك وتخيل ما تريد. أكد جين أن الخيال مهم، لكنه ليس ما يقوم بتفعيل الفنون الروحية. قال إنها تتجلى عند قبولها في الجسد وتدفقها عبر الروح، مما يخلق موجات طاقة مختلفة. وأوضح أن هناك 8 موجات أساسية تشكل النار والبرق والشفاء والجليد، وهي أشهرها على الإطلاق. فوقهم كانت هناك سيطرة على الجاذبية، ودرع من الضوء والهواء والفضاء، وهي نفس الفنون التي استخدمها قبل لحظات. كانت هذه هي الأسس 8 للفنون الروحية. أصيب جيد بصدمة تامة، مدركا أن هذا الرجل يدعي إتقانها جميعا. ثم أوضح جين أن تحويل البرق إلى رمح، تماما كما فعل الطالب، هو ما يتطلب الخيال. وبهذا أعلن أن الدرس الحقيقي قد بدأ للتو. لاحقا، بينما كان يسير في الممرات، ظل تركيزه منصبا بالكامل على التحقيق. الأكاديمية كانت شاسعة تعجب الطلاب، والكثير من العيون كانت لا تزال تلاحقه. كان يعلم أن الشكوك حوله تتزايد، لذا كان عليه إيجاد أماكن معزولة. وهنا بالضبط تقاطع طريقه مع ميليا التي واجهته بسؤال مباشر عن حقيقته. أجاب جين ببرود بأنه مجرد رجل من فصيلة أدنى، تماما كما وصفته هي من قبل. اعترفت بأنها ربما تسرعت في حكمها، لأنه من الواضح تماما أنه ليس عاديا. ومع ذلك أصرت أنه من المستحيل لشخص من فصيلته استخدام كل الفنون الروحية، فأجابها بأنه كما شرحه يمكن لأي شخص فعل ذلك. كل ما يحتاجونه هو تعلم كيفية تغيير الطول الموجي لطاقتهم. علقت ميليا أنه حتى مع الشرح الأمر لا يبدو سهلا أبدا، فلو كان الجميع يفعل ما يفعله لما كان يجذب كل هذا الانتباه. في النهاية اقترحت أن يذهب لمكان أكثر خصوصية لمواصلة هذا الحديث المثير. في طريقهما سألت ميليا مجددا إن كان سيجيب على سؤالها الذي طرحته سابقا. أجاب جين أنه مجرد رجل من عصر قديم نام في قرية كوداما ل100 مليون سنة. ضحكت قائلة إنه كوميدي بارع، وسألته ماذا كان يفعل قبل 100 مليون سنة بالضبط. أجاب بأنه فعل الكثير، لكنه كان عاملا عمل حتى النهاية من أجل الحكومة، محاربا الأشرار والوحوش وكل أنواع التهديدات. ورغم مرور كل هذا الوقت يشعر وكأن كل شيء حدث بالأمس، مما يثير حنينا غريبا. ثم سألته كيف انتهى به الأمر نائما كل هذه المدة. أجاب جين بأنه فشل، لقد كان مغرورا وظن أنه يستطيع إصلاح العالم وحده، وبسبب ذلك لم يستطع إنقاذ أي شيء، وخسر الجميع كل شيء. لقد فهم بعد فوات الأوان أنه كان بحاجة إلى حلفاء، وأنه لا أحد يستطيع حل أزمة عالمية بمفرده. تساءلت ميليا عن مدى صحة هذا الكلام، لكنها قررت ألا تضغط عليه أكثر في تلك اللحظة. أوضحت أنها فقط تنفذ دورها في الاتفاق كمرشدة، وهو وعد قطعته لأخيها. قادته إلى غرفة مهجورة مليئة بالعفن تبدو كمخزن للأشياء القديمة. بالداخل بدأت عيناه تلاحظان تفاصيل غريبة.
علقت ميليا بأنه لا بد أنه يبحث عن هذا المكان، فالخريطة تشير لغرفة فارغة هنا، لكن لم يجدها أحد من قبله، وهو أمر مريب. وافقها جين الرأي وبدأ على الفور بالبحث عن أي شيء ليس في مكانه الصحيح. وهنا لمح شيئا واحدا بدا غريبا في المكتبة القديمة، تمثال بومة صغير لم يغطيه الغبار إطلاقا، على عكس كل شيء آخر. أدر رأس البومة، وفجأة انفتح ممر السر أمامهما. صدمت ميليا وسألته كيف تمكنوا من ملاحظة ذلك. أجاب جين بأن الأمر كان واضحا نوعا ما، فكل شيء كان مغطى بالغبار إلا تلك القطعة، والباقي كان مجرد حدث. قال إنه سيدخل أولا وطلب منها الانتظار، فهو لا يعلم ما قد يكون بالأسفل وقد يكون الأمر خطيرا. لكن ميليا اعترضت قائلة إنها ستذهب معه أيضا، طالبة منه ألا يقلل من شأنها، فهي من أفضل الطلاب وقوية مثل أخيها. انتهى به الأمر بالموافقة، معترفا بأنه يستطيع الوثوق بها ولو قليلا. بدأ الاثنان بالنزول عبر درج بدا، وكأنه يقود لأعمق من مجرد قبو أكاديمية. تحولت الأجواء إلى كهف مظلم صامت ومقلق. علق جين بأن المكان يبدو تماما كالأماكن التي تولد فيها وحوش الخيال. بينما كان يسيران، استغلت ميليا الفرصة لسؤاله أكثر عن ماضيه وعن هوية من كان يقاتلهم، كما سألته إن كان قد اشتبه في أي شخص بالأكاديمية حتى الآن. علق بأنه تلقى الكثير من الأسئلة في ذلك اليوم، لكنه اعترف بوجود شخص يثير شكوكه، اسمه رودمان. حسب قوله، رودمان هادئ للغاية عند التحدث مع الناس، لكنه يبدو مختلفا تماما عندما يكون وحيدا. كان الأمر كما لو أن وعيها ليس موجودا، كما لو كان في مكان آخر. يعطي انطباعا بأنه مجبر على البقاء في هذا المنصب بالأكاديمية، بينما هدفه الحقيقي في مكان آخر. علاوة على ذلك، كان حذره شديدا، وهو أول من شك في جين عند دخوله للمؤسسة. علقت ميليا بأنها تجد جيد أكثر إثارة للريبة من رودمان، لكن جين اختلف معها. قال إن جيدا لن يتمكن أبدا من الحفاظ على أي قناع لوقت طويل، فمشاعره تظهر على وجهه بسهولة شديدة. هو على الأرجح مجرد شخص غير مستقر. على أي حال، في نهاية الدرج وصلا إلى مساحة تشبه مستودعا ضخما وفارغا. صمت رهيب، ومكان أكثر غموضا من الطريق بأكمله الذي سلكوه للوصول إلى هنا. لم تتوقع ميليا العثور على مساحة عملاقة كهذه تحت الأكاديمية، لكن من صدم حقا كان جين. في أقصى نهاية ذلك المستودع الضخم لمح شيئا غير ملامح وجهه في لحظة. لقد كان باب أحد مختبرات كاغورا. كان متأكدا تماما أن تلك البنية مصنوعة من آلات النانو. سألته ميليا عما يمكن أن يوجد خلف تلك الأبواب ولماذا يتم إخفاؤه هنا. أوضح جين أنه في العادة سيتطلب الأمر مفتاح وصول. في قرية كوداما احتاجها كاما لمفتاح لفتح هيكل مشابه، هذا يعني أن كل الأبواب من هذا النوع تتطلب مصادقة أو ربما لا. لاختبار نظريته، استخدم القوة التي اكتسبها بعد حقنة آلات النانو وركز على الباب، ولدهشته انفتح الباب بسهولة. هذا لا يمكن أن يعني إلا شيئا واحدا، الأبواب كانت مفتوحة بالفعل. استنتج جين أن الشخص الذي يحاول إغراق البلاد في الفوضى يمتلك مفاتيح الوصول إلى هذا المختبر. عندما دخل كان المشهد أسوأ بكثير مما تخيلاه. المكان كان مليئا بمخلوقات فاسدة محبوسة في أقفاص، بما في ذلك واحد بحجم هائل. كانت ميليا في حالة صدمة، تتساءل كيف يمكن إخفاء شيء كهذا تحت الأكاديمية دون علم أحد، وأرادت أن تعرف كيف فتح الباب. أجاب جين بغموض قائلا إنه مجرد إنسان قديم مميز جدا. في أعماقها بدأت تتساءل إن كانت قصة 100 مليون سنة تلك حقيقية. بدأ جين بمراقبة المخلوقات بعناية، ولاحظوا شيئا غريبا، كان هذا غير طبيعي. ثم تذكر المخلوق الذي أطلقه زعيم قطاع الطرق المستعبدين ضده. لقد كان هادئا تماما داخل قفصه أيضا، وبدا أنه يطيع أوامر ذلك الرجل. كان هناك شيء خاطئ. تساءل أيضا كيف تمكنوا من نقل مثل هذا المخلوق الضخم إلى هذا المكان. قالت ميليا إن شقيقها كان محقا في الشك بالأكاديمية. ربما إذا نصبوا كمينا هناك في المختبر سيظهر الشخص المسؤول الحقيقي عن كل هذا، لكن جين لم يوافق. بالنسبة له، الخطوة الأكثر منطقية هي إغلاق الأكاديمية فورا والقضاء على جميع المخلوقات الفاسدة. جادلت بأن فعل ذلك سيسمح للشخص الذي يقف وراء الخطة بالهروب. قال جين إنه يفهم وجهة نظرها، لكنه أثار قلقا آخر.
ماذا لو تحررت تلك المخلوقات وهاجمت الطلاب؟ لا يستحق الأمر التضحية بأبرياء فقط للقبض على العقل المدبر. إلى جانب ذلك كان لديه شعور سيء، كانت غريزته تخبره أن شيئا أكبر على وشك الحدوث. قرر التحقيق في المختبر أكثر وأمر ميليان بالعودة وإبلاغ أرغوس على الفور. بينما كانت تصعد، بدأ جين يسير في ممرات المختبر محللا كل تفصيل وباحثا عن أي دليل قاطع. في هذه الأثناء في الأعلى كان جيد يتعرض للسخرية في الممرات. كان بعض الطلاب يعلقون بأنه هزموا على يد أستاذ الأنواع الدنيا، كان غاضبا جدا. اعتقد أنه بسبب ذلك الوغد. دمرت سمعته. بالنسبة له شخص يستخدم 8 أنواع مختلفة من الفنون الروحية، لا يمكن إلا أن يكون غشاشا. كان مصمما على فضح جين. ظهرت المديرة وأخبرته أن يتوقف عن هذا السلوك الغريب. قالت إنها لن تحكم عليه بسبب هواياته، لكنها سألته إن كان قد رأى اللورد رودمان في الجوار. أجاب جيد بأنه لم يره منذ حفل الدخول. أوضحت المديرة أنها بحاجة إلى استشارته في أمر ما، خاصة فيما يتعلق بالطلاب الجدد. في تلك اللحظة لاحظت شيئا غريبا في السماء. غيوم داكنة بدأت تتشكل فوق الأكاديمية. لم تكن غيوم مطر، بل غيوم مليئة بالفساد. أسرعت ميليان صاعدة الدرج، والشخص الذي وجدته في الأعلى لم يكن سوى اللورد رودمان. في هذه الأثناء كان جين بالفعل داخل المختبر يحلل نوعا من النواة التي كانت تنبض كأنها حية. لم يكن يعلم إن كانت من صنع كاغورا، لكن بينما كان يحقق أكثر انتهى به الأمر بالعثور على واحدة أخرى من تلك الحالات. في الداخل كان هناك مكعب مع رسالة وحقنة آلات نانو. كان يأمل حقا أن يكون هناك أي دليل حول الموقف الذي يواجهه. في التسجيل سأل كاغورا إن كان يستطيع سماعه، وقال إنه يبدو أنه وصل أخيرا إلى هناك، وهو أمر منطقي لأن هذا هو المختبر الأقرب إلى الأول الذي استيقظ فيه. في الواقع كان هذا هو المكان الذي كان كاغورا يطور فيه جهازا مذهلا، وجزء من وظائف تلك الأداة الجديدة قد تم ختمها مع آلات النانو داخل الحقنة. لقد اعتبر نفسه عبقريا لأنه بتطبيق تلك الحقنة سيتمكن جين فقط من استخدام الجهاز، وما كان يصنعه هو جهاز انتقال فوري. عند سماع ذلك تفاجأ جين وبدأ في ربط الخيوط. ربما هكذا انتهى الأمر بذلك المخلوق الضخم وتلك النواة هنا. استمر الوقت في التحرك، وفكر أن جهاز النقل الفوري هو تقنية. تلك التكنولوجيا لم تكن من هذا العصر، بل من قبل 100 مليون عام تربط الأماكن كأنها بوابات سحرية. هذا يفسر كل شيء. كيف ظهرت الوحوش فجأة في قلب العاصمة، وكيف وصلت تلك الكائنات الضخمة والنواة إلى أعماق الأكاديمية. في التسجيل وفي لحظة واحدة تغير كل شيء. أشرقت النواة بضوء قاطع، وبعدها مباشرة بدأت كل المخلوقات الفاسدة تنتقل فجأة. أرغوس والفرقة السابعة كانوا مستعدين للأسوأ، والسيناريو الأسوأ قد حدث بالفعل. أمطار من الوحوش بدأت تتساقط فوق العاصمة. في هذه الأثناء على قمة الأكاديمية واجه رودمان ميليا قائلا إن تدخلها قد طال أمده، لكن الأوان قد فات. اليوم هو يوم إعدامها. لقد اضطروا لتقديم خططهم لأنها هي وذلك الرجل الصغير كان يحققان أكثر من اللازم. بغريزته شعر أنه سيشكل تهديدا حقيقيا لخططه، خاصة بعد اكتشافهما للممر السري. ميليان لم تكن تنوي التراجع، ورودمان أعلن بثقة أنه سيهزمها بقوته الجديدة المذهلة. لكن ما لم يدركه هو أن هاكاما وصديقتها كانتا خلفه تماما مستعدتان للانقضاض. بينما كان يلقي خطابه الواثق ضرب فجأة على رأسه بمزهرية ألقتها هاكاما، فسقط مغشيا عليه على الفور. بعد ذلك سألت ميليا عن سبب وجودهما، فأوضحت هاكاما أن كارثة تحدث بالخارج وأنهم بحاجة ماسة لمساعدة جين، وأضافت أن صديقتها كودو هي من أخبرتها أنه جاء إلى هذا المكان. سألت ميليا إن كانت طالبة جديدة، فأكدت كودو ذلك، بل وسألت بقلق إن كان الأستاذ سيكون بخير بعد الضربة. على الرغم من أنها أدركت أنها ضربت أستاذا، إلا أنها شعرت أن الموقف كان يبرر فعلتها. وعلقت أيضا بأنه بما أن لا أحد رأى وجهها فيمكنهم إلقاء اللوم على الفتاة الغنية إذا لزموا الأمر. في تلك اللحظة وصل جين راكضا إلى أعلى السلالم. أخبرته هاكاما أن شيئا فظيعا يحدث بالخارج، لكنه أجاب بأنه يعلم بالفعل. كل المخلوقات الفاسدة التي كانت في المختبر اختفت ببساطة، وأدركت ميليان على الفور ما يعنيه ذلك. لقد كان مرعبا.
عندما نظروا جميعا من قمة الأكاديمية رأوا العاصمة وهي تمحى. كانت الوحوش في كل مكان تهاجم الناس وتدمر المنازل وتنشر الفوضى في كل أنحاء المدينة. أكبر الوحوش جميعا، ذلك الذي كان محبوسا في القفص العملاق، بدأ بذبح كل شيء في طريقه. أدرك جين أن خطأ صغيرا في تقديره تسبب في هذه المأساة بأكملها، فاشتعل غضبا من نفسه. بينما كان يحاول استيعاب الموقف لفتت هاكام انتباهه طالبة منه أن ينظر بدقة لأن المخلوق كان يجهز لشيء ما. بدأ الوحش العملاق بالفعل في تجميع الطاقة لشن هجوم مباشر على القلعة الملكية. في تلك اللحظة تذكر جين ما حصل عليه من الطبيبة. بالطاقة المخزنة في الآلات النانوية يمكنه تفعيل تلك القدرة مرة واحدة فقط في اليوم. الجهاز صنع للمسافات القصيرة، لكن كان بإمكانه دفعه ليتجاوز حدوده قليلا. بدون تردد انتقل جين آنيا أمام هجوم المخلوق مباشرة وفعل درع النانو ماشين ممتصا الصدمة بأكملها. في هذه الأثناء كان أعضاء النقابة يغرقون في اليأس. أعلن هاردن غونسلوت سيد النقابة أنه لم يعد هناك ما يمكنهم فعله. لقد حشد كل من يستطيع القتال أو إنقاذ المدنيين، والآن الأمر متروك للفرسان المقدسين للقضاء على الوحوش. المشكلة أن نصفهم كانوا خارج العاصمة في مهام رسمية. بالنسبة له هذا الهجوم تم التخطيط له في أكثر اللحظات ضعفا. لو كان القائد الأعلى حاضرا لكانت الأمور مختلفة، لكن في تلك اللحظة بدا وكأنها النهاية، وأخفض نظره معتقدا أن القلعة قد سقطت. ثم طلب منه رسول أن ينظر مرة أخرى. عندما رفع عينيه رأى جين يحمي القلعة بدرعه النانوي. تعرفت الفتاة عليه على الفور قائلة إنه نفس الرجل الذي رأته في قرية كوداما. بعد صد هجوم المخلوق شن جين هجوما مضادا بشعاع من الطاقة أصاب العملاق، لكن كتفها فقط تضرر وبدأ الوحش يتجدد ببطء. أدرك أنه سيحتاج إلى قوة أكبر بكثير لإنهاء هذا المخلوق بضربة واحدة. استهلك الانتقال الآني طاقة أكثر مما توقع، لذا قام بتجسيد سيف من آلات النانو وقرر أنه سيقاتل أخيرا بجسده. أطلق شفرة رياح قطعت ذراع المخلوق الأخرى وتقدم للأمام ليقلص المسافة. كان يعلم أن هذا المستوى من الضرر سيتم تجديده بسهولة، لكنه كان يستخدم الهجمات كتشتيت للانتباه. الآن حان وقت التركيز على أساسيات استخدام آلات النانو في القتال. ألغى وزن جسده بالتحكم في الجاذبية وزاد ضغط الهواء حوله بالتحكم في الرياح. في هذه الأثناء كان أعضاء النقابة يواجهون صعوبة في احتواء الوحوش الصغيرة، لكن حتى أكثر طلاب الأكاديمية إزعاجا ظهروا للمساعدة. في هذا الوضع كان على الجميع القتال للبقاء على قيد الحياة. وبينما كانوا محاطين بالوحوش رأوا جين يظهر قاطعا ساحة المعركة ومبيدا كل وحش في طريقه مباشرة نحو الهدف الأكبر. تساءل بعض الطلاب هل هذا هو نفس الرجل الذي رأوه من قبل؟ عرف جين أنه يحتاج للاقتراب أكثر لإحداث ضرر حقيقي، لكنه اضطر لوقف تقدمه لتفادي هجمات العملاق الجديدة. أينما مر كان يقطع المخلوقات بشفرته وحركاته أصبحت أسرع فأسرع. استمر في التسارع وهو يقلص المسافة، مشتتا بمفرده انتباه المخلوق القادر على تدمير العاصمة بأكملها. وجه عدة ضربات لجسد الوحش كانت جميعها سطحية لأن قدرته على التجدد ما زالت نشطة، لكنه بعدها ركز كل قوته في دفعة أخيرة واحدة تشبه الرمح مستهدفا رأسه مباشرة. الانفجار الهائل الذي تلا ذلك قضى أخيرا على المخلوق المرعب. قائد النقابة كان مذهولا تماما، يتساءل من هو هذا الرجل وما هذه القوة الخارقة التي يمتلكها. بعد 3 أيام كانت العاصمة قد بدأت بالفعل عملية إعادة الإعمار. عندما استيقظ جين في غرفته فكر بأن الحادثة كانت ضخمة، لكن الضرر لم يكن كارثيا كما كان متوقعا. فرسان المعبد المقدس قاتلوا بشجاعة، أوقفوا الوحوش الصغيرة وحموا المدنيين بكل ما أوتوا من قوة. بعد الحادثة أغلقت الأكاديمية للتحقيق. تم القبض على رودمان باعتباره الجاني الرئيسي، كما تم استدعاء بعض المدربين الآخرين للتحقيق معهم للاشتباه في تورطهم. ستبقى الأكاديمية مغلقة لفترة طويلة، على الرغم من أن جين عمل هناك ليوم واحد فقط. ومع ذلك بسبب كل ما حدث أدرك أن تحديا جديدا ينتظره الآن. حتى بعد كل شيء عرف جين أنه لا يزال بإمكانه التعامل بسهولة مع هذا النوع من الأعداء. المشكلة هي عندما يتجمع الكثير منهم في وقت واحد.
لم يكن بالسرعة الكافية للقضاء عليهم جميعا مرة واحدة وإنقاذ الناس في نفس الوقت. إذا أراد حماية الجميع فعليه أن يصبح أقوى، وكان يعرف بالفعل ما يجب عليه فعله لتحقيق ذلك. لكن قبل أن يمسك بمكعب كاغورا مجددا طرق شخص ما الباب، كانت ميليا بفستانها الطويل الجميل قائلة إنها أتت لأخذه. علق جين بأن الأكاديمية من المفترض أن تكون مغلقة، لكنها أوضحت أن شقيقها هو من يطلبه. أراد أن يشكره على كل ما فعله وأن يتحدث معه أيضا في أمور أخرى. عندما سألها إن كانت قد أتت بنفسها فقط لمناداته، أجابت ميليا بنعم، لأنه لدعوة شخص مهم مثله كان يجب أن يأتي شخص مهم أيضا. كانت هناك كممثلة عن عائلة ألتون. سألها إن كانت ستتوقف أخيرا عن مناداته بالجنس الأدنى، فقالت إنها ستفكر في الأمر. علقت بأنه لا يجب الحكم على الناس من مظهرهم، وأن الاحترام يجب أن يبقى قائما بغض النظر عن الموقف. من الآن فصاعدا أرادت هي أيضا أن تتلقى تعاليمه. عندها اشتكى كامن من طريقتها في الدخول بتعجرف، فانتهز جين الفرصة ليسألها إن كانت قد فكرت حقا في تصرفاتها تلك. لاحقا في مقر زولتان رحب به الشقيقان اللذان تم توظيفهما بفضله وأرشداه إلى الداخل. علق جين بأنهما يبدوان وكأنهما يتأقلمان جيدا، وسأل عما إذا كان بخير أثناء الحادثة. أجابا بنعم، قائلين إن الناس في المقر أقوياء للغاية. كبير الخدم ورئيسة الخادمات كان مذهلين، مما جعل جين راضيا لرؤيتهما يتلقيان رعاية جيدة. قال الشقيقان أيضا إنهما سمعا بأنه فعل أشياء لا تصدق، وعندما سأل من نشر الخبر كان واضحا أنها ميليا. كانت تؤمن بأن الإنجازات العظيمة يجب أن تعرف للجميع، خاصة من قبل تلميذ مثلها، حتى أنها أخبرت الاثنين أنهما بما أنهما يشبهان جين فعليهما تعلم المزيد منه. قال أحد الصغار أيضا أن السيدة ميليا أصبحت مؤخرا أكثر تهذيبا معهم. فكر جين أن تغير موقفها كان سريعا تماما مثل تغير سارلس. بعد ذلك توجه إلى غرفة استقبال أرغوس. عندما طرق الباب أدرك أن أرغوس لم يكن وحده، كان يجلس بجانبه قائد نقابة العاصمة هاردن جانسلوت. اعتذر أرغوس لاستدعائه فجأة، لكن جين قال إنه كان يشعر بالملل على أي حال، لذا لم تكن هناك مشكلة. أولا قام أرغوس بتقديم صديقه. قدم هاردن نفسه رسميا وقال إنه لشرف كبير مقابلته، لأنه شهد شخصيا أفعاله المذهلة خلال الحادثة الكبرى. لولا تدخله لكانت العواقب كارثية. لقد أنقذ البلاد بأكملها، فقدموا له شكرهم العميق على هذا الصنيع العظيم. لكن جين بكل بساطة أجاب بأنه قضى على الوحش الأكبر فقط، فمعظم الوحوش الأخرى تم احتواؤها من قبل الفرسان المقدسين والنقابة. لاحظ هاردن تواضعه، لكنه تساءل هل هو بلا طموح حقا أم أن طموحاته تتجاوز حدود خيالهم بمراحل. ثم تم إبلاغه بأن العائلة المالكة ترغب في مقابلته شخصيا بسبب هذا الحادث. الأعين كلها عليه الآن. لكن قبل ذلك كان هناك سؤال واحد لا بد من إجابته. لقد سأله مباشرة: من تكون أنت حقا؟ بفضل أعضاء النقابة حاولوا تتبع تحركاته والتحقيق في ماضيه، لكنهم لم يجدوا أي شيء على الإطلاق. تدخل أرغوس أيضا مصمما على معرفة الحقيقة، وسألوا من أين أتى ولماذا جاء إلى هذه البلاد. في تلك اللحظة لم يكن أمام جين خيار سوى الإجابة، موضحا أنه لا يخفي شيئا في الواقع. المشكلة كانت أن الحقيقة الكاملة أغرب من الخيال، لدرجة أنه كان متأكدا أنهم لن يصدقوه أبدا. لكن أرغوس قطع وعدا بأنه سيصدقه مهما قال، وهكذا ألقى جين بالقنبلة: أنا إنسان من قبل 100 مليون عام. بعد سماع القصة المذهلة تذكر أرغوس أسطورة قديمة عن حارس إلهي نائم خلف أبواب عظيمة مختومة. علق هاردون بأنه من المستحيل تصديق ذلك، لكن ميليان كانت أول من أعلن إيمانها المطلق به. لقد رأته بنفسها وهو يفتح الأبواب السرية تحت الأكاديمية، وهو أمر لم يستطع أي شخص آخر فعله. بالإضافة إلى ذلك شهدت هي وشقيقها على القوة الخارقة واللامنطقية التي يمتلكها. ثم سألوا أرغوس عن أخته، فأوضح جين أنه هو من بقي نائما في هذه البلاد طوال كل ذلك الوقت. أما سبب قدومه إلى العاصمة الآن فقد كان بسيطا للغاية. كان بحاجة ماسة لجمع معلومات عن العصر الحالي، فهو متأخر عن العالم ب100 مليون سنة كاملة. سأله هارد مباشرة: ما نوع المعلومات التي تبحث عنها بالضبط؟
أجاب جين أنه يريد فهم الكائنات الفاسدة لأن هذه الوحوش نفسها كانت موجودة قبل 100 مليون عام. لكن هذا يطرح سؤالا مرعبا كان من المفترض أن تنقرض منذ زمن طويل، وعندما سئل عن السبب كشف عن قوة الأرواح. في ذلك الزمن القديم كانت طاقة الأرواح منتشرة في العالم كله، وكانت هي نقطة الضعف القاتلة للكائنات الفاسدة. لقد كانت مادة صنعت خصيصا لاحتواء تلك المخلوقات واستعادة البيئة التي دمرتها. وهنا جاء السؤال الحتمي: إذا كان هذا السلاح موجودا فلماذا لا تزال الكائنات الفاسدة باقية حتى الآن؟ اعترف جين بأنه لا يعرف التفاصيل، وهذا هو بالضبط سبب تحقيقاته. إنه يبحث عن الحقيقة. ووفقا لمعلومات من صديق فإن تلك المخلوقات تتطور. نظر هاردن إلى الأداة في يد جين متسائلا إن كانت من تلك الحضارة القديمة. بالنسبة له بدن هذا الجهاز وكأنه نظام معقد يفوق الخيال. كان واضحا أن أهل ذلك العصر القديم امتلكوا معرفة عميقة في التعامل مع تلك الوحوش، ولهذا أتى جين إلى العاصمة ليبحثوا عن إجابات. ثم سأله أرغوس عن المعلومة الأخرى التي يسعى وراءها. كشف جين أنه يبحث عن مختبرات أخرى تماما مثل ذلك المختبر الموجود تحت الأكاديمية. كان يؤمن بوجود مختبرات أخرى حول العالم، وكان لديه هدف واحد واضح: محو كل الكائنات الفاسدة من على وجه الأرض. هذا هو السبب الوحيد الذي يعيش من أجله. كانت قصة يصعب تصديقها، لكن أرغوس أعلن ثقته به لأن هدفهما واحد، وهو القضاء على الفاسدين. ومع ذلك حذره من إخبار أي شخص آخر بهذه القصة لأن الكثيرين سيعتبرونه مجنونا. وافق هاردن على ذلك قائلا إنه طالما أرغوس يثق به فهو أيضا سيثق به. ففي النهاية لو كان شخصا سيئا لما خاطر بحياتي لحماية القلعة الملكية. في تلك اللحظة دخل الخدم معتذرين وذكروا أرغوس بأن لديه اتزاما آخر في جدوله. نهض أرغوس وأمرهم بتجهيز كل شيء على الفور. لاحقا تم تصفيف شعر جين وارتدى ملابس النبلاء الفاخرة استعدادا لمقابلة الملك. سأله أرغوس إن كانت الملابس لا تعجبه، لكنها في الحقيقة ناسبته تماما وبدا مظهره رائعا. ثم أوضح هاردن أنه لن يقابل الملك شخصيا بل الأمير الذي يمثله لأن الملك طريح الفراش. كان الأمر كله متعلقا بالمظاهر والبروتوكول. تنهد جين آملا ألا ينجر إلى المزيد من المتاعب. عند وصولهم إلى القصر استقبلهم حرس الشرف وتمت مرافقتهم مباشرة إلى قاعة العرش. وهناك كان يقف أمامهم رجل مهيب ذو هالة مبهرة، الأمير الأول للعاصمة تيلس كيرموسيا. قدم جين نفسه باحترام يليق بالموقف. أوضح الأمير أنه هنا نيابة عن والده المريض ليعبر عن امتنانه ليس فقط باسم الملك بل باسم المملكة بأكملها. أشاد بأفعاله البطولية خلال الحادثة، وذكر باستغراب أنه سمع بأن جين قادم من قرية كوداما الصغيرة. لقد وجد أنه من المذهل أن تظهر موهبة استثنائية من قرية كهذه، ثم انتقل مباشرة إلى صلب الموضوع بعرض واضح وصريح. لقد أراد من جين أن يخدم المملكة كفارس مقدس، والأهم من ذلك أن ينحاز إلى جانبه.